السلام عليكم البنات، صحباتي وخواتاتي والميمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الرفيسه. كاين اللي كيقول لها الرفيسه، كاين اللي كيقول لها برماش، كاين اللي كيقول المرشوش. المهم غادي نديرها انا بالملوي. يعني غتشوفوا الطريقه ديالي ديال الدجاج اللي كيفاش كنشرملو العطريه اللي كندير فيه. وشكرا لكم بزاف، ولا لا يخطيكم عليا، وما تنساونيش كما كنقول لكم دائما لي لايك والبارطاج للفيديو. والناس الجدادين مرحبا بكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للبنات عندي واحد الدجاجه، دجاجه كبيره. المهم بالنسبه للدجاج كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، تقدروا تقطعوا الدجاجه، تقدروا ديروها كامله، المهم على حسب الاختيار. عندي البنات واحد معلقه كبيره ديال الابزار. ديما نحاولوا العطريه نكثروا من نكونوا كنديروا رفيسه ولا نكثروا شويه العطريه. عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، عندي واحد المعلقه صغيره ديال القزبر حبوب، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال راس الحانوت، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخرقوم، وعندي الملون خرقوم مكعبات. تا هو كيعطي واحد البنه زوينه، واحد اللون الدجاج. وعندي واحد شويه ديال السمن. بالنسبه للسمن كنديرها واحد شويه لانه حار. وعندي واحد جوج ديال الفصوص تاع الثومه كبارين دكيتهم. صافي هذه هي الشرموله ديالي، وغنزيد لها الماء. بالنسبه للماء حاولوا ديروا شويه الماء يكون دافي. صافي وغنذوبوا ديك العطريه. والملحه البنات ضروري الملحه، وكيبقى على حسب الدجاج، يعني واش نتي مملحه بزاف ولا شويه. المهم كل وحده راه عارفه راسها واش كتملح الدجاج ديالها بزاف ولا شويه. صافي وغنجمع ديك العطريه ديالي، غنزيدها شويه المياه. وغندوز باش غادي نشرمل الدجاجه ديالي. الصراحه البنات انا راه دابا هاد الدجاج هذا كنشرملو في الليل، يعني شرملته بالليل ولا غدا عاد طيبته. صافي كندير لها واحد تقيبات بالمونجيت الصدر باش كتدخل ديك الشرموله للصدر مزيان. صافي وكنبدا نشرمل بديك العطريه. هذيك الريحه البنات ديال العطريه واحد الريحه زوينه بزاف. ملي كتكوني كتشرملي الدجاج خاصه هاد ديال الرفيسه، واحد العطريه غزاله الريحه ديالها. والبنات جربوا هاد الطريقه وردوا عليا، كما قلت لكم راه تقدروا ديروا طروفه مقطعين، تقدروا غير خاص ضروري تشرمل الدجاج، يعني ضروري. وانا صراحه اغلبيه وليت كندير رفيسه، خاصه ملي كنكون جاي عندي شي حد ولا غنمشي عند شي حد، كندير الرفيسه يعني بالدجاج اللي كنكون مرقداه ليله كامله. يعني في الليل كنرقدو، وفي الصباح عاد كنرقدو في ديك العطريه، وفي الصباح عاد تنصبو. دابا النهار ديال الغدا يعني رقدته في الليل. اليوم ان شاء الله دابا درت البصله، درت واحد البصله كبيره مقطعه صغيره، ودرت واحد المعلقه ديال الابزار. تقريبا غندير نفس العطريه اللي درت في الدجاج. واحد شويه ديال السكينجبير، غير انا ما كنكثرش. واحد شويه ديال القزبر حبوب. بالنسبه لراس الحانوت كيبقى اختياري، بغيتي ديريه في المرقه ديريه، ما بغيتيش ديريه ما ديريش. انا هنا شرملت به غير الدجاج، ما درتوش في المرقه. وعندي واحد راس معلقه ديال خرقوم. صافي وغنزيد الزيت. بالنسبه للزيت اللي بغى يخلط يعني ما بين الروميه والبلديه يخلط، اللي بغى يدير غير الروميه يديرها. صافي وشويه ديال دويمه ديال الزعفران، كتعطي واحد النكهه زوينه للدجاج.
صافي وغادي ندوز البنات. هنايا راني زدت البنات شويه ديال القزبر حبوب، هو اللي زدت، مع درت غير شويه في الاول، زدت شويه القزبر حبوب حتى هو كيعطي واحد اللذه غزاله للرفيسه. وهادشي اللي كاين. صافي غادي ندوز ان شاء الله باش غادي ندير ديك البصيله تقلى شويه. غنحط البصيله ديالي، وكنهز الدجاج كنديرو في الطنجره، وداك الطبسيل اللي كيكون فيه الدجاج كنشلو من ديك العطريه اللي كتبقى فيه بشويه المياه، وكنزيدها حتى هي في الطنجره. صافي وكنمرق، انا دائما كنمرق بالماء سخون، خاصكم يعني باش كيبقى ديك اللذه ديال ديك العطريه وداك الشيء. المهم تمرق بالماء سخون. صافي هادشي اللي كاين. وغادي نزيد البنات واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مربطين، مع واحد الكريكيبات ديال الثومه باش يبقاو هكاك صاينين يطيبوا. هانتوما كما كتشوفوا هي غلات دابا الطنجره ديالي. صافي وغنسد عليها ونقص عليها العافيه يعني مهيله، ونخليها طيب على خطرها. واحد شويه البنات كنحل عليها من بعد ما كدوز تقريبا واحد ربع ساعه تقريبا، كنحل عليها وكندوز داك الدجاج كنبدا نتقبو شويه بالسفود. ما حدك انت كتقبي في الدجاج وهو كيخرج منه ديك المرقه اللي كتكون فيه لداخل. من بعد البنات ما هزيت ديك الدجاجه ديالي طابت، غادي نزيد البصله كيبقى على حسب زعما المرقه اللي بغيتو. انا تقريبا هنا درت واحد الكيلو ديال البصله مقطعه مشلضه. صافي وغادي نخليها طيب. هنا غنصاوب البنات الكاشير. بالنسبه للكاشير دايره البنات هنايا واحد الربطه ديال المعدنوس، قطعتها مزيان يعني مقطعه صغيره، وزدت عليها واحد 4 ولا 5 تاع الدروس تاع الثومه، درت شويه البزار، شويه السكنجبير، شويه ديال القزبر حبوب، شويه الملحه. وكنزيد البنات راس الحانوت هو اللي كنديرو كتير. صافي والكبده ديالي هانتوما كما كتشوفوا قطعتها، الكبده ديال الدجاج مقطعه صغيره، وكنخلط داكشي مزيان. بالنسبه للبنات هنا راه دايره غير واحد شويه القزبر ماشي بزاف، دايره غير شويه، والمعدنوس اللي ربطه يعني كثيره. صافي وكنجمع البنات هذا الخليط البيض كيبقى على حسب الكميه يعني اللي تحتاجوا باش تجيكم واش قاصح واش خفيف. المهم انا هنا احتاجيت 2 بيضات، تقدروا ديروا حتى كثر 3 او 4 على حسب الكميه ديال الكبده اللي عندكم. صافي وغندوز البنات. هيا بالنسبه للبنات ديك الكاشير راني درتو تصفور ولا طيبوه مثلا مع المرقه ديال الرفيسه. هادشي البنات اللي كاين. وهي القصريه ديالي، ونتمنى انها تعجبكم، وبسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.